لم أكن أفرق بين الليل والنهار ولا بين الحق والباطل. كنت أعيش في عالم آخر تغذيه الطلاسم ويديره الجن في هذا الجزء. لن أحكي لكم كيف دخلت عالم السحر، بل سأكشف لكم كيف عشت داخله، كيف أصبحت واحدا من الذين يشار إليهم في الخفاء وتقرع أبوابهم في آخر الليل طلبا في سحر، تفريق، أو حتى انتقام دفين. بدأت بما يسمونه العلوي، أسحار خفيفة نظيفة المظهر، ظاهرها الطاعة وجلب الحبيب والتيسير، لكنها تدار بأسماء ملائكية مزورة في حقيقتها إنهم من الجن وأقسام مدنسة. كنت أكتب على البياض وأنفث على الماء وأقرأ عزائم لا يعرف القارئ إن كانت عربية أم شيئا آخر. كنت أظن أنني أسير الأمور، حتى فهمت لاحقا أنني أنا من يسير. ثم نزلت إلى السفلي، وهناك تغيرت نظرتي لكل شيء. السحر السفلي لا يطلب شيئا إلا بعد أن يأخذ شيئا منك أولا، جزءا من إنسانيتك، إحساسك، أو حتى دينك. كنت أجري طقوسا لتفريق الأزواج، أدفن كتابات بين المقابر، أسقي من طلبت الأذى ماء مقروءا فيه بقسم أرواح الجن، أضع طلاسم في بيوت أناس لا يعرفون حتى من أنا، فقط لأن عدوا دفع المقابل. الأصعب كان سحر التعطيل، سحر لا يقتل، لكنه يسجن صاحبه في دائرة بلا خروج، لا زواج، لا عمل، لا رزق، فقط انتظار. أحيانا كنت أنفذ طلاسم لإيقاف أرحام النساء وتجميد أرزاق الرجال. لم يكن يهمني من المظلوم، المهم أن الطلب تم والثمن دفع. لم يكن أحد يطلب مني الخير، كلهم أرادوا ضرا لأحد، والجن كانوا يراقبون كلما ازداد الأذى ويأخذون مني أكثر مما أعطيتهم. هذه ليست قصة، إنه اعتراف، ولعل من يسمع يدرك أن السحر ليس لعبة، بل لعنة تبدأ بك ولا تنتهي عندك. وقد أروي لكم سبب توبتي في يوم من الأيام. من بين كل الأعمال التي مارستها، لم يكن هناك أخطر من عملية رصد الزوهريين، لا لأنها معقدة فقط، بل لأنها كانت تتم في صمت مطبق دون أن يشعر أحد، ولا حتى الزوهري نفسه. كنت أمتلك قبيلة كاملة من الجن موكلة فقط بهذه المهمة، لا شأن لهم بالتفريق أو الربط أو الحرق. مهمتهم واحدة: الرصد. كانوا ينتشرون في الأسواق، المدارس، المقابر، حتى المقاهي، يراقبون، يدرسون، ويعودون إلي بتقارير دقيقة عن كل زوهري يكتشف. لكنني لم أكن أرصد لأجل الرصد فقط، كنت أفعل ذلك لأسباب محددة ولأهداف لا يعرفها إلا من عاش هذا الطريق. 3 أهداف جعلت من الزوهري هدفا أساسيا في عملي. الأولى: تقوية الجن التابعين لي. الزوهريون يملكون هالة روحية عالية وترددات خاصة. الجن يستمدون طاقاتهم من دمائهم ومن الذبذبات. كنت أستعملهم كشواحن حية، فقط بقربهم من المعلم أو الطلسم يزداد الجن قوة ويصبح أكثر طاعة. السرقة الدم لأعمال سحرية دقيقة، لكن كان علي أن أصل إلى دمه دون أن أثير شكه. وهنا ظهرت الخطة التي لم تفشل قط. أقوم بدراسة الزوهري عن بعد، أراقب تصرفاته، بيئته، حالته الاجتماعية، ثم أقترب منه بهوية مزيفة: رئيس جمعية التبرع بالدم في المستشفى، وأن هناك حالات إنسانية حرجة، أطفال على حافة الموت. أغريه بمبلغ مالي بسيط، لكنه كاف لإغلاق أي نقاش. وكان يوافق. قطرات قليلة من دمه كانت تكفيني لصناعة أعمال سفلية معقدة: تطويع، تعطيل، حجب، حتى طلاسم التبخير الدموي كنت أستخدم فيها دمه. ثالثا: استغلاله في رصد الكنوز إن وجدت. الزوهري لا يحتاج إلى خريطة، حضوره وحده ينير الطريق أمام الجن. كنت أجعله يمر بمكان معين في توقيت محدد، ثم أتابع حركة الجن حوله. إن ارتجت الأرض أو تغير اتجاه الرياح، علمت أن المكان مخزون، وأن الزوهري قد فتح البوابة دون أن يعلم. لم يكن أحد يشك بي، ولا حتى الزوهريون أنفسهم. كنت أبقيهم قريبين مني، أشعرهم بالأمان، بل بالقوة. بعضهم أصبحوا أتباعا مخلصين، يظنون أنني ولي من أولياء الله، أو رجل مفتوح على البركة. كنت أشاركهم أعمالا بسيطة محروسة لا يظهر فيها شيء من السواد، وكانوا يعجبون بما يرون وينتظرون المزيد. وهكذا تحول الزوهري من فريسة إلى أداة، بل أحيانا إلى شريك.
لم يكن كل الزوهريين يظلون بعيدين عني. بعضهم كنت أختار أن أبقيه قريبا، أطعمه من فتاة المعرفة وأشعره بالتميز حتى يصبح أداة طيعة بين يدي. وكان هذا أحدهم. كان يحمل كل العلامات: خط الراحة المتقاطع، بريق العين الغريب، الحساسية المفرطة للأماكن القديمة. بمجرد أن رصدته قبيلة الجن التابعة لي، بدأت الخطة: دراسة طباعه، نمط تفكيره، وطريقة كسب ثقته. اقتربت منه بهوية محسوبة. لم أتحدث معه عن الجن ولا عن السحر في البداية، بل عن الطاقة، الشفاء، المعرفة القديمة. أظهرت له أنني مختلف عن الآخرين، وأنني رأيت فيه شيئا لا يملكه إلا القليل. لم يكن يحتاج أكثر من كلمات قليلة ليشعر بالتميز. ومن هناك بدأ ينفذ ما أطلبه دون مقاومة. أرسله إلى أماكن معينة، أقوم بتجهيزه بطلاسم لا يعرف حقيقتها، أجعله يردد عبارات معينة بصوت مرتفع فقط لتفعيل مفعولها. كل ذلك وهو يظن أن ما يقوم به شفاء أو مساعدة للناس، بينما كنت أزرع عبره أدواتي السفلية. في أحد المرات جعلته يضع يده على حائط في بيت معين، كانت هناك طلسمات ربط مدفونة فيه. وفي مرة أخرى طلبت منه الجلوس قرب مريض لأجل الدعاء له، وهو لا يدري أن حضوره يسرع من تأثير السحر المزروع سابقا. ولأنه كان زوهريا نادرا، كانت القبيلة تخبرني أن حضوره وحده يحرك الطاقات ويكشف ما خفي. استعملته أيضا في جلسات رصد الكنوز. لم يكن يفهم لماذا أطلب منه المرور من مكان معين، أو لماذا أحرص على أن يكون هو دون غيره موجودا، بل وكنت أختبر فيه بعض أعمال الدم. مرة أقنعته أنني بحاجة إلى عينة منه لتحليل الذبذبات الحيوية، بينما كنت أستخدم تلك القطرات في أعمال تطويع وتقييد عن بعد. ومع الوقت أصبح تابعا لي دون أن يدرك، يظن نفسه صاحب قدرات، بينما لم يكن سوى أداة تتحرك وفق إرادتي. لم أكن أحتاج إلى تهديده ولا إلى إخافته، فقط جرعة من الإيهام وشعور بالتفوق تكفي لربطه بسلاسلي الخفية. من بين كل الزوهريين الذين رصدتهم عبر قبيلة الجن التابعة لي، كان هناك واحد يتفرد عن البقية. لم يكن مجرد رقم في قائمة طويلة، بل كان طاقته نقية وواضحة، وحضوره مختلف بطريقة لا تخطئها العين. لم يكن ذلك مجرد حظ، بل نتيجة مراقبة دقيقة وتحليل مستمر لطبيعته ونفسيته، لأتأكد أنه سيكون الأداة الأمثل لاستغلاله في مخططاتي. بدأت معه بحذر ودهاء، بعيدا عن أي ألقاب أو تعريفات قد تثير الشك أو الريبة. قدمت نفسي له كرئيس جمعية التبرع بالدم، وقدمت له قصة تلامس إنسانيته، عن حالات طارئة وأشخاص في خطر. كان ذلك الباب الأول، مفتاح الدخول لعالمه. بعد أن وثق بي وارتبط بي كصديق، بدأت أزيد من قربه، أشاركه أفكارا عن الطاقة الخفية والقدرات النادرة، وأعطيته إحساسا بالتفرد والتميز. لم أتحدث عن الجن أو السحر، بل عن معرفة قديمة لا يملكها إلا القليل، وشيء خاص في داخله يجعله مختلفا. وبينما كان يشعر بالثقة والراحة معي، كنت أزرع فيه تدريجيا التعليمات والإيحاءات التي توجهه دون أن يشعر. أطلب منه القيام بأفعال تبدو بريئة على سطحها، كزيارة أماكن معينة أو ترديد كلمات أو وضع أشياء في نقاط محددة. هو يظن أنه يساعدني أو يشارك في نشاطات إنسانية، بينما كان ينفذ طقوسا سحرية دقيقة لا يدرك حقيقتها. طاقته الزهرية التي كانت مصدر تميزه أصبحت قناة لتفعيل الطلاسم المدفونة، ومحركا لأعمال لا ترى بالعين المجردة. لم أحتج إلى استخدام القوة أو التهديد، كان مجرد إيهامه بأنه جزء من شيء أعظم، وأنه يمتلك قدرات خاصة كافيا ليصبح خادما طائعا بين يدي. مع الوقت لم يكن فقط ينفذ ما أطلب، بل بدأ يبادر هو بنفسه، يقترح المساعدة، يبحث عن فرص ليكون فعالا في المهمة التي ظنها نبيلة. لكن الحقيقة أنه كان عميقا في دوامة من السحر والجنون لا يستطيع الخروج منها. لم يكن كل استغلال الزوهريين بنفس الطريقة السهلة والودية. مع أحدهم استخدمت طريقة أكثر تعقيدا وخطورة، لكنها كانت فعالة جدا. كان هذا الزوهري ضعيف الإرادة وغير مدرك لما يدور حوله.
استغلت نقطة ضعفه تلك. بعد أن تمكنت قبيلتي من الجن من رصده بدقة، بدأت أتواصل معه عبر طقوس سرية لا يمكنه مقاومتها، طقوس تربط روحه بجن معين تحت أمري. ببساطة، جعلت جزءا من إرادته يتحول إلى سجينة. لم يعد قادرا على اتخاذ قراراته بنفسه. كل تحركاته، كل أفعاله، كانت تخضع لتوجيهات ذلك الكيان. كان يتم إرساله لأماكن خطرة، مثل مقابر مهجورة أو مواقع مدفونة بها أعمال سحرية قديمة، لأجل تفعيل طقوس لا يدرك خطورتها أو أهدافها الحقيقية. مرة أمرته بالجلوس في غرفة مظلمة، ووضع يده على طلاسم مدفونة في الحائط. لم يفهم السبب، لكنه نفذ، وهذا فعل ما لم أستطع أنا القيام به بنفسي. كان يعاني داخليا، يشعر بثقل غير مرئي، لكنه لم يستطع التوقف أو المقاومة، لأن إرادته كانت مقسمة ومقيدة. لم أكن بحاجة إلى تهديده، فالسيطرة كانت كاملة دون أن يشعر. هذه الطريقة تضمن أن الزوهري يبقى أداة طيعة ومفتاحا فعالا للأعمال التي تتطلب دقة وقوة طاقة نادرة، مع الحفاظ على خفاء وجودي. بعد أن يصبح الزوهري تحت تأثيري، لا يكفي أن أستخدم قوته لمرة واحدة وأتركه. السيطرة المستمرة ضرورية لضمان استمرارية العمل السحري والحفاظ على سرية الأمر. جزء كبير من هذه السيطرة يكون عبر تلقينه بعض العزائم والتمائم التي ألبسه إياها بحجج مختلفة. أخبرته أن هذه التمائم حمايات روحية وأدوات لتعزيز قدراته، وأنها تزيد من هيبته وقبوله بين الناس، وهذا كذب واضح. في الواقع، هذه التمائم ليست سوى أغطية تعمل كأحزمة ربط خفية تربطه بي وبالجن الذي أخضعته تحت أمري. العزائم التي أعلمه إياها هي أوامر سرية تشغل طاقات معينة بداخله، تساعدني على توجيهه عن بعد، أو تمنع عنه التفكير الحر، أو حتى تعيق قدرته على الكشف عن أمر السحر. أحيانا أجري تحديثات دورية لهذه التمائم والعزائم بحجة أنها تطويرات جديدة تزيد من قوته، وهو يصدقني لأنه يريد أن يشعر بالتقدم والتميز. وهكذا أبقيه مرتبطا بسلسلة متشابكة من السيطرة الخفية بين وهم الحرية والقوة وواقع القيد والتقييد. هذه الخدعة ضرورية جدا، لأن أي شك أو كشف قد يؤدي إلى فقدان السيطرة وانتشار السر، وربما انهيار كل ما بنيته. الزوهري، بصفته حاملا لطاقة نادرة وفريدة، هو هدف ثمين في عالم السحر، لكنه أيضا ضحية حقيقية في يد من يعرف كيف يستغله. لا تظن أن الاستدراج والاستخدام هما نهاية الأمر، بل هما البداية لرحلة مظلمة من السيطرة والقيود الخفية. السيطرة على الزوهري ليست فقط بتحريك أجسادهم أو استغلال طاقتهم، بل هي استعباد تام لعقولهم وأرواحهم. يلبس التمائم والعزائم بحجج مزيفة تخدع به نفسه ليعتقد أنه يزداد قوة وهيبة، بينما هو في الواقع يحكم عليه بالانقياد والسجن الروحي. كل لحظة من خضوعه تحت هذه السيطرة هي لحظة ينزلق فيها أكثر في دوامة لا مفر منها، حيث تذوب إرادته ويتلاشى وعيه. وهنا يصبح الزوهري ليس إلا أداة بيد السحرة، يتم تحريكها وتوجيهها بعيدا عن إدراكه، وفي كثير من الأحيان يتحول إلى جزء من تلك الظلال التي لا ترى ولا تسمع. هذه الحقيقة المرعبة تكشف أن السحر ليس مجرد طقوس أو كلمات، بل هو سجن يختبئ خلف قناع القوة، يلتهم الأرواح ببطء ويترك خلفه ضحايا لا صوت لهم. إذا فكرت يوما في القوة التي يحملها الزوهري، تذكر أن هناك دوما ثمنا غاليا يدفعه، ثمنا لا يرى بالعين المجردة، لكنه يكتبه الظلام بأشد خطوطه.